السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهزيمة التاسعة للزمالك في الدوري، والهزيمة السادسة لجوميز. جوميز مضيع لوحده نقط كانت تخلي الزمالك ياخد الدوري. والله العظيم جوميز لوحده من ساعة ما جه مضيع من الزمالك نقط تخلي الزمالك ياخد الدوري. طبعا بعد ما انت قررت ان انت ما تكملش الدوري وبعت الدوري بعد ماتش المصري الانسحاب والكلام ده، خلاص احنا ملناش حاجه في الدوري. بس مش ده الشكل اللي تنهي بيه الدوري. يعني انت بتقول لنا انا بجرب اللعيبه دي عشان اشوف مين اللي هيستمر معايا ومين اللي مش هيستمر. النهارده انت بتلعب المباراه كلها بالناشئين، خلاص، واثنين او ثلاثه لعيبه المفروض ان هم مش ناشئين، بس ما لهمش اقل من الناشئين كمان. يعني سيف جعفر ورؤى، يعني رؤى ده والله العظيم والله كوميدي، مسرح مصر قاعد بيقدمه رؤى، والله العظيم مصيبه سودة. وسيد نيمار، انا مش عارف ايه علاقه سيد نيمار بالكوره. الثلاثه دول المفروض ان هم كبار وعندهم خبرات ولا حد فيهم مصاب ولا حد فيهم اي حاجه، لعيبه موجوده. سيف ده مواليد 99، يعني عنده 25 سنه ومش صغير يعني. طيب وسيد نيمار شرح. طيب المفروض انت بتلعب المباريات دي، وهلعب بالناشئين النهارده او بلعب بالفرقه اللي هي زي كده دي، وبلاعب طلائع الجيش اللي هلعبه في الكاس بعد بعد 6 ايام. يعني احنا النهارده 14، هنلعب يوم 21، يعني بعد اسبوع بالظبط هنلعب ماتش تاني في الكاس. ماشي. النهارده انا راجل مدرب عايز برضه اكسب واعمل حاجه للعيبه دي بشكل كويس. اللعيبه بتاعه طلائع الجيش المفروض متمرسه عني كخبرات وكلعيبه، وفيهم تيجي 5 6 مثلا لعبوا اهلي وزمالك قبل كده. ايه اللي يجرى كمدير فني؟ ما افتحش الملعب بالشكل ده والعب ورا الكوره والعب على التحولات، اعمل حتى شكل جديد ان انا راجل مدرب عندي افكار. ما انا ممكن الزمالك يجي يلعب مثلا قدام فرقه مستواها يعني عالي او على نفس مستوى الزمالك، بس انا بالمباراه دي هلعب بتاكتكس تاني. ايه هو التاكتكس التاني؟ انا هلعب ورا الكوره والعب على التحولات، زي ما فيريرا خد الكاس من الاهلي بالطريقه دي. ما منزلش فتح الملعب وكان الزمالك افضل لا ما نزلش فتح الملعب، لعب ورا الكوره وخلى الاهلي ابتدى يلعب بقى مرتاح. الزمالك بيلعب ورا الكوره وعلى التحولات، وجبنا وكنا نقدر الماتش ده يطلع اكتر من 2 بكتير لو عندنا راس حربه غير. ايه اللي يجري ان انت تجرب؟ يعني حتى من باب التجريب يبقى انا بجرب ناشئين وبجرب. سيبكم من الكلام ده. اولا كل اللي بيحصل في الزمالك ده يتحمله مجلس الاداره. كل اللي بيحصل في الزمالك الفتره دي يتحمله مجلس الاداره، لان الراجل ده لا يجرؤ يعمل الكلام ده الا اذا واخد تاكيد من مجلس الاداره اعمل اللي انت عايزه، الموسم منتهي وانا مدي راحه اللعيبه بتاعتي. انت كده حضرتك بعت الكاس؟ يعني بس عرفونا عشان نريح نفسينا. ما النهارده السوبر الاوروبي والنهارده قبل نهائي السوبر السعودي، نقعد بقى نتفرج على المباراه نريح دماغنا بقى لحد ما نخلص من القرف ده، وتقولوا لنا ايه احنا جبنا لعيبه وهنبدا الموسم الجديد، نبقى نقعد بقى ونستنى الموسم الجديد. انما انت عندك بطوله، المنافس بتاعك المباشر، ما هو الكاس الدوري اهلي وزمالك، الكاس اهلي وزمالك. طب الاهلي مش موجود، يبقى المفروض الزمالك 90% بتاعته. لو الزمالك مش موجود خلاص الاهلي خد البطوله. فانت بطوله في ايدك اهي ما تاخدها في بطوله الكاس. لو لعبت الكاس باللعيبه دي، انت مجلس انتوا جايين تعملوا ايه طيب؟ هو ايه انت ايه كل همك على الموسم الجاي؟ طب والموسم ده نرميه ليه؟ يعني القرار الغلط اللي انتوا خدتوه عشان ضيعتوا الدوري ووصلتونا للسوق اللي احنا فيه ده. سوق ده دي اهانه لاسم الزمالك. يعني عماد النحاس يكسبك اول مره، وادي عبد الحميد ماسيون يكسبك اول مره. ما هتتكتب بقى، مش هيقولوا جوميز وكنا بنلعب الناشئين. اتكتب التاريخ ما بيرحمش حد، بيكتب كله. وثلاث اجوان، يعني مش مثلا يجيبوا في الجون كده ماشي. ثلاث اجوان. حارس المرمى سبب في جونين، الاولاني والثاني، وده اللي محتاج تعيد التقييم ويقول لك حارس واحد وولد عملاقه وطلع الكوره دي. ده الجونين دول ما يخشوش في عيل صغير. يعني الجون الاولاني ده كارثه، دي مصيبه.
اللي يخش من تحت ايده ده لا تعال، ده لو لا تعالى ده ما ينفعش، ما ينفعش ناخده، ما كملش معانا ده. والجول الثاني الكره بالكعب، الكره واخده 7 دقائق من كعب الراجل عقبال ما وصلت لك. ما لا تصد ايه؟ يعني انت هتصد ايه طيب؟ طيب تعالوا بقى لقطاع الناشئين في نادي الزمالك. اولا العيال الصغيره اللي هو مثلا حسن ابو المعاطي ده، ما اقدرش الومه في اي حاجه، ولا حد يحاسبه ولا تقيمه. ليه ده بالذات؟ ده جايبينه من بيتهم، تعالى يا حسن، ايه يا ابني ده انا ده في الشورت بنصيف مع العيله، تعالى عشان هتكمل معانا الدوري. فهو مش جاي، الواد مش قادر يقف على رجليه اصلا. نفس الكلام كل العيال الصغيره اللي هي نزلت الشوط الثاني دي، ابن ايمن عبد العزيز، العيال دي لسه بادئين فتره اعداد بقالهم كام يوم بتاع الموسم الجديد، واخدين اجازه بقالهم يجي شهر ونص. فدول ما تحسبش عليهم اي حاجه. النهارده احمد مجدي كان كويس جدا، بس هو عايز يلعب لقدام، عايز يطلع يعني عنده ثقه في كويس ويقف كويس ويتحرك كويس. مصيبته السوداء انه قدامه دهيتين ربنا ابتلانا بيهم. لو انا من مجلس اداره نادي الزمالك اقسم بالله لا طالب سيف جعفر ورؤى ترجعوا كل الفلوس اللي خدتوها من ساعه ما لعبتوا في الزمالك، والله العظيم حرام الطقم اللي انتوا لابسينه ده، والله العظيم حرام. وسيد نيمار اقسم بالله العلي العظيم، واللي يقول غير كده يبقى راجل بيهرج. يا راجل ده سيف جعفر ده الواد رايح منه الشوط ده، غير سيبك من البتاع ده. راجل تقول له يا سيف تعالى كده اعمل معايا لقاء، انت ايه طموحك في الفتره الجايه؟ يقول لك اقعد في التكييف في التراب. ما عندوش خالص، ما عندوش استعداد ينهج. مش يهين نفسه دي شويه. ده في كره دخل عمل تاكلينج، الواد رقصه راح قايم واقف يعني متضايق ان هو اترقص واتزحلق على الارض، وقفوا لحد ما الكره راحت والعيال قطعوها ورجعت وهو زي واقف مكانه. الجون الثاني الواد راح بيه، ما راحش بقى ولا فاول ولا تاكلينج ولا اي حاجه يعمل فاول هنا. لو راح خلاص هيلعب بالعرض جول. وراح والواد بيلعب بالعرض، هو بيبص على الكوره هو بيلعبها بالعرض، اتلعبت بالعرض، الثاني حطها بالكعب، الجون نايم ودخل الجون. جون مسرحي، كان ماتش مسرحي النهارده. رؤى بقى اللهم صل على النبي، ملخص رؤى في الشوط الثاني قبل الماتش ما يخلص: 2 جاريولو على اليمين والملعب 40 فدان يمين و87 فدان شمال، واثنين بيجروا له قدام واثنين بيجروا شمال، واللعيب واقف قدامه وراح شايطه فيه. كان مين يا رب؟ عمار ياسر بان او ايشو، وراح شايطها فيه. طب والناس اللي على يمينك وهو عايز يعديها من هنا، ولو راحت من هنا راحت لعيبه الجيش. ده ملخص رؤى في الشوط. الكوره النهارده شاطها، انا كنت لو دخلت كنت ازعل. لو الكوره دي دخلت كنت ازعل. انت جاي مدهولها بقى لك 5 سنين وجاي في الاخر هتشوط الكوره تخش في المقص جون؟ لا، ما يليقش بيك. فبيلعب رؤى وسيف جعفر بيلعبهم. خدوا بالكم لما جه الجون الثالث شيكابالا راح اكلم احمد مجدي، والله العظيم 3 قلت بيقول له طلع سيف جعفر، والله العظيم من غير معنى. قلت هشوف ايه اللي هيحصل، والله العظيم في البريك، في الكولينج بريك، قلت هشوف هو قال له كده ولا لا. لو سيف خرج بعدها والله العظيم ما كمل دقيقتين وكان سيف خارج من الملعب. ده راجل اللي رجعه الزمالك. انا نفسي اعرف انتوا رجعتوه ليه. نفس الكلام على اشرف بن شرقي الملل، ملل اسمه اشرف بن شرقي. يعني اشرف بن شرقي حبنا ليه لما كان بيلعب في الزمالك كرهتونا فيه بسبب سيرته. ده انتوا رجعتوه من بيراميدز ليه؟ راجل احسن بيراميدز لقوه ما يستاهلش يلعب 3 دقايق، انت رحت انت مرجعه. هو لو لعيب كويس كان بيراميدز سابهولك ببلاش وماضي معاهم 3 سنين؟ لا، هو قال لك نوفر فلوس. ونفس الكلام هينطبق على اسامه نبيه. روح هاتوا اسامه نبيه بقى بالمره عشان تبقى المصيبه تكمل. ابنكم مين؟ مفيش حاجه في الكوره اسمها ابننا وبنتنا، في حاجه في الكوره اسمها كفاءه وكواليتي بس. هو ده اللي انت بتجيبه. وما انت بتجري ورا اشرف بن شرقي ليه؟ بتجري ورا ده ليه؟ ولا عشان امكانيات وقدرات، ولا ابننا ولا ابن خالتنا. فسيف غلطه اللي جابه، غلطه اللي جابوه النادي ده. فاروق جعفر ده كان عليه باصه، كان عليه سرو، كان عليه مسكه كوره. فاروق جعفر ده كان بيتحط قبل عادل المأمور. حط فاروق جعفر وكون لي بقت الفرقه. الماتش ده هنلعب ازاي؟ لو فاروق موجود هنهاجم كده، لو فاروق مش موجود هندافع كده. لكن الكره مش وراثه، موهبه كره القدم مش وراثه خالص. طيب نخلص من دول والناس دي ماشيه. لكن انت كنت النهارده تقدر
المصري اتغلب من زد على فكره، فانت زي ما هو، زي ما انت وهو زي ما هو. الموضوع مش كده خالص، ولا مركز ولا اي حاجه. انت بتمرمط اسم الزمالك بس. انا النهارده انزل العب طلائع الجيش، بالشباب وبالصغيرين هكسب. ليه؟ لان انا مدرب كبير وعندي لعيبه شباب واعده، اقدر العبهم بالطريقه اللي تناسب قدراتهم وتناسب امكانياتهم. اقفل دفاعي ما اخليش طلائع الجيش يتفوق عليا بخبراته، واستفيد بالكاونتر اتاك، اجيب جون، اجيب 2 واقفل المباراه وخدت المباراه وطلعت. بس انما يخش فيك كل الاجوان يا راجل، ده انت ما فيش ماتش ما دخلش فيك جون واثنين، وهو بيلعب بالفيرست تيم. ما فيش ماتش ما دخلش فيه جون واثنين. ده مدرب مش ناشئين وشباب. ما انا لو كنت شايفك بوم مع الفرقه الكبيره، بوم واكل اللي قدامك كلهم، ما كنتش حاسبك على الكلام ده النهارده. ايه يعني؟ ما الراجل ما انا شايفه في المباريات الكبيره مدغدغ الدنيا، وتشكيلات وتغييرات وتكتيكات وحركات. لكن انت لا لا لا، بالفرقه الكبيره كنا بنكسب فرق واحد بالعافيه. شوف كده، هو عبد الله بيلعب وناصر ماهر وزيزو وفتوح وربنا يخرجه من الازمه دي على خير، وعمر. التشكيل كامل اللي هو افضل حاجه في الزمالك. كنا بنكسب 2-1 بالعافيه، 1-0 بالعافيه. شوف كده الزمالك، الداخليه 1-0 بالعافيه، الاسماعيلي 2-1 بالعافيه، مش عارف مين 1-0 بالعافيه، 2-1 بالعافيه. ادي كل المباريات اللي احنا كسبناها. يبقى المشكله ما كانتش تشكيل ولا لعيبه صغيرين ولا كبار. انا بكلم مجلس الاداره اللي بيقيم مدرب. بس عشان المدرب يجيب 50,000 جنيه ب 50,000 دولار في الوقت ده، ويدرب اسم زي الزمالك، ويقول لك بيجي له عروض من السعوديه. لا، اصل لو جاله عرض من السعوديه مش هيقل عن 150,000 دولار. ده لو جاله بجد هيسيبك ويطير. ليه؟ اللي قاعدنا انا ب 50,000 دولار، انا جاي اشتغل وجاي استرزق. فدي لازم من دلوقتي كده ندق ناقوس الخطر. الراجل ده واحنا في كامل قوامنا وفي كامل لعيبتنا ما كناش بنكسب بافضل شكل. يقول لك ما انت ما عندكش رئيس حربه وما عندكش تشكيل كويس. ايوه، انت بتلعب مين؟ حضرتك انت بتلعب مين؟ ما انا بلعب طلائع الجيش، وبلعب اتحاد اسكندريه، وبلاعب جونه، وبلاعب لا، انت مش بتلعب حد. الجونه كسبوك هناك 3-2 وانت بكامل تشكيلك بكامل فرقتك، وكنت كسبان 2-1، وتعادلنا معاه وكسبناهم 1-0 هنا بضربه جزاء اللي جابها المسلوسي. ادي الجون. لا، يبقى الراجل هنا بص عليه، على الكلام ده. الراجل ده هيقدر اجيب له سكواد جامد، والدوري اللي جاي هيقدر يخوض السكواد ده البطولات. عن نفسي اتمنى، لكن قراري او موقفي اشك شك الجبس. عارفين الجبس لما بيشك؟ انا شك. لا 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 خالص. فانت الناس دي كلها النهارده انت خدت قرار الناس دي تمشي. واي حد يقول لك الناشئين، قول له انت بتتفرج على انهي كوره في العالم؟ فين انهي كوره في العالم؟ يعني ريال مدريد ده امتى كان بيطلع لك ناشئ بيلعب من تحت في ولا 5 انت بتطلع، يقول لك الناشئين ولادنا وبتاع. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بجد والله. يعني كابتن احمد عبد الحليم والكابتن مش عارف مين والكابتن مش عارف، انتوا بتجيبوا الكلام ساعه مين؟ ساعه امتى؟ ساعه فين؟ الكلام ده منتهي مثلا من 30 سنه، من 30 سنه بالظبط. يعني اخر جيل طالع للزمالك كان جيل الثمانينات وشويه تلميسه كده في التسعينات. بس مفيش اهلي وزمالك تاني كان بيطلعوا ناشئين. الاول كان الاهلي فرقه تمشي وتيجي فرقه جديده من الناشئين كلها. والموسم ده الاهلي هو نصيبه والزمالك هو نصيبه، يطلع الفرقه كلها طالعه من الناشئين. باك يمين ما يصلحش يلعب، لكن اصل هو طالع من الناشئين فالفرقه بتتصعد. يقول لك الاهلي بيعمل فرقه جديده، الزمالك بيبني فرقه جديده. لكن دلوقتي لا، انت بتشتري فرق، بتشتري لعيبه. فانت لما يكون عندي ناشئ او 2 بس ويكونوا فلته، اهلا وسهلا بيهم. ما فيش فرقه في العالم بتقول اللي انتوا بتقولوه ده. وبعدين لما تيجي تبص على قطاع الناشئين في الزمالك في السنين اللي فاتت، كان طارق يحيى عامل ملعب الناشئين. عندنا بقى في 2000 ومش عارف ايه و2000 كلهم اتسرحوا ومشوا. فين الكلام ده؟ كان كله كلام في الهوا. وعندنا مش عارف مين وفلان الفلاني وفلان ولا حد طلع منهم. محمد نديم ده حارس مرمى ايه روعه، كان جسمه روعه. فين محمد نديم ده؟ بتباع مش عارف لسيراميكا ولا فين. محمود الشناوي حارس واحد وهيبقى نجم اتمنى. لكن الجونين اللي دخلوا النهارده دول، الاولاني
والتاني بتوع ضربه الجزاء حتى لو عدت من بين رجليه ما حدش هيلوم عليها، ضربه جزاء. ضرب الجزاء الحارس يكافئ على ضربه الجزاء، لكن عمره ما حدش يلوم حارس مرمى اللي دخل في ضربه جزاء مهما كان حتى لو عدت من تحت باطه. دي ضربه جزاء. لكن الجونين الاولانيين دول ما يخشوش في حارس مرمى المفروض ان هو يبقى مستقبل الزمالك. انا بقى شايف في حارس لقطه للزمالك يجيبه، لا تقول لي البلعوطي ولا تقول لي بسام ولا تقول لي جنش. انت تروح تجيب لي جنش وتروح تجيب لي اشرف بن شرقي، انت رايح هات بقى اسامه نبيه ولم كل الخرده اللي خرجت من عندك. رجعوا، اقول لكم رجعوا محمود علاء ورجعوا عبد الغني، والله العظيم ثلاثه تبقوا 100. ده انتوا جايين تهرجوا. امبارح كان المقاولين بيلعب مع الاسماعيلي، انا كنت بتفرج على المنتخب الاولمبي في الاولمبياد بتاع فرنسا. كان لعيب مكتوب عليه علي، على التيشيرت بتاعه من ورا علي، مش عارف هو اسمه ايه، وكنت نفسي اعرف الواد ده بيلعب فيه. هو حارس مرمى، انا ما شفتوش، ما لعبش. ده حارس مرمى، جسم حارس مرمى ممتاز، تشوف تقول ابو جبل في الجسم. وبعدين امبارح لقيته بيلعب فين بقى؟ في المقاولين. يعني انت مرمى المقاولين بمحمود ابو السعود، وعندك حارس زي ده قاعد على الدكه. يعني انت عندك حمزه علاء وراح تجيب له الزنفلي، ما خليتوش حتى لعب ماتش احتياطي، نزل احتياطي في ماتش دقيقتين حتى يقول لاولاده لما يكبر شفتوني يا اولاد، ده انا كنت مدغدغ الدنيا في الاهلي. ده اسمه مش عارف اسمه محمد ايه سيحه، محمد علي سيحه ولا محمود المهم ان هو كاتب على التيشيرت بتاعه سيحه. امبارح كان مان اوف ذا ماتش في ماتش الاسماعيلي والمقاولين، جت عليه 4-5 كور اتعامل معاهم، دخل فيه جول من ضربه جزاء، لكن كل الكور اللي اتعامل معاها ممتاز، جسمه كويس، تحركاته كويسه، وبيلعب منتخب اولمبي. لا انا اجيبه، ده عنده 23 سنه، ده اجيبه مستقبل لحراسه المرمى. حارس مميز جدا، ومقومات الجسديه لا تبني عليه، ده حارس تبني عليه. جسده قوي، جسمه مش طوله بس، مش الشناوي طويل، طول وجسمه ما شاء الله قوي، جسم قوي، ده تقدر اجيبه. هو حارس مميز، بيلعب منتخب اولمبي اهو. يعني كمان جسمه افضل من حمزه علاء، لان حمزه مش طويل، هي دي مشكله حمزه علاء، مش طويل. لكن ده طويل، لان كان واقف جنب فاروق كابوري في الكولينج بريك. فاروق كابوري ده 191 سم، الواد بسم الله ما شاء الله معديه ب 2-3 سم، وحارس كويس. انا شفته امبارح حارس كويس. ده لو عايز تجيب حارس مرمى هاته، ده اللي تجيبه، ده اللي تبني عليه. ومع محمد صبحي والشناوي بقى يبقى حارس تاني لما نشوف الدنيا هتودينا لفين. في كلام ان عمر عبد العزيز، وخدوا بالكم بس حاجه، ان اللعيب في الناشئين حاجه، وان يلعب مستوى أو فريق اول ده موضوع تاني، ممكن يتحول 180 درجه. يعني تلاقيه في الناشئين تقول ده كان في لاعب اسمه خليل نيمار، كان طالع في ناشئين الزمالك، الواد ده كان بيلعب الاهلي وجاب هاتريك في الاهلي، كسبنا الاهلي في الماتش ده. وكان رمضان صبحي بيلعب في الناحيه الثانيه في الاهلي، او رمضان جاب جون بضربه الجزاء، وخليل نيمار ده جاب 3 اجوان في الاهلي. انا اتفرجت على الماتش ده، طلعت قلت للناس، قلت لهم اهلاويه، قلت لهم عندكم لعيب اسمه رمضان صبحي هيكون نجم مصر خلال سنتين. رمضان والله العظيم 3 اقسم بالله الكلام اللي بقول لكم ده بالحرف. ابن اختي اهلاوي، قلت له عندكم لعيب في الناشئين اسمه رمضان صبحي، الواد ده هيبقى نجم مصر في الكام سنه اللي جايين. قلت له هيبقى افضل من ابو تريكه في الاهلي والله العظيم. وده بقى طالع من الناشئين ومتاسس صح، عكس ابو تريكه مش متاسس، لانه طالع من الترسانه، وطبعا غير الاهلي وغير الزمالك، متاسس في الاهلي. وخليل نيمار ده قلت له، ابن اختي تاني زملكاوي بيقول لي قلت له اللعيب ده حريفه جدا بس مش هيكمل كوره. جاب الجول الثالث في الاهلي وراح رايح للجماهير عامل لهم كده. قلت ده سكه بقى ابراهيم سعيد وسكه كهربا ده سكه اللي بيروح ما بيرجعش. اما انت لسه يا ابني في السن ده وبتعمل الحركات دي، امال لما لا خليل نيمار ده بقى هرب من الزمالك، وبعدين رجعوه الزمالك تاني، وبعدين مشوا راح مش عارف راح فين في اوروبا تاني، وبعدين راح لعب في الاسماعيلي سنه، وبعدين المدرب اللي كان جايبه مشي، فالمدرب الثاني ما مضى. ايه قصه كده. هو دلوقتي سافر ارمينيا واتجوز واحده ارمينيه وبيلعب هناك. اتمنى ان ربنا يكرمه ويصلح حاله. بقول انا نفسي ارجع الزمالك تاني، بس كان لعيب موهوبه جامده،
لكن البيئه والتنشئه هم اللي هو الطب النفس الرياضي. طب النفس الرياضي اللي لازم يكون موجود في قطاع الناشئين، تطلع لعيبه عباء. وايه الفرق بين امين لامال واي لعيب تاني؟ في مواهب في مصر والله العظيم ثلاثه، ما بهزر، في لعيبه في مصر افضل من امين لامال والله العظيم في سن الناشئين. ايه اللي بيخليه ده يطلع هنا كده، وايه اللي بيخلي دول يخش تجاره انجلش؟ ليه؟ الطب النفسي الرياضي، التنشئه من الصغر وهو عيل صغير، مش من صغري، لا من صغره بيتنشأ عنده تنشئه طب نفسي رياضي، بيتأهل، بتتكون شخصيه، وبيتكون نفس شخصيه الى حد ما سويه، فبتوصل مع بقى الموهبه اللي عنده، مع التمرين، مع التغذيه، مع الكذا مع كذا، يروح اللي يبقى هنا كده. انما احنا اول ما تقول على اللعيب مش عارف ايه وجاب جول، خلاص هو كده شايف ان هو عم العالم، مش رايح في حته تاني. ده عمرو زكي لو كان عنده الكلام ده كان اسمه لحد دلوقتي مسمع في اوروبا زي دروجبا، قوه وسرعه وهداف لكن العقليه، فده اللي بندور عليه. فانت السنه اللي جايه انا عايز اسال سؤال، هو فين الزمالك؟ يعني انا المفروض مدي 10 لعيبه، انا مش شايف في الزمالك في اكتر من 10 لعيبه. انا زملكاوي، انا شايف الزمالك ما فيهوش اكتر من 10 لعيبه. يعني ايه العب الفرقه دي النهارده؟ فين الزمالك؟ هو فين الزمالك؟ يعني انا عندي 22 لعيب، قول 18 لعيب كلهم واخدين راحات، هم فين اللي واخدين راحات؟ ال 18 لعيب اللي واخدين راحات فين؟ يعني الاهلي لما يلعب انبي النهارده، ده بيلعب قفشه وبيلعب كهربا وبيلعب ياسر ابراهيم وبيلعب خالد عبد الفتاح وبيلعب احمد عبد القادر وبيلعب كريم كوكا، احمد حسن كوكا، سبع ثمان لعيبه بيلعبوا في الفريق الاول. فلما الاهلي بيلعب بثلاث اربع ناشئين مع 8 لعيبه من الفريق الاول، يبقى ما فيش مشكله. فين بقى الزمالك؟ يعني انا في المباريات اللي زي دي كنت اشوف رؤى عم العالم في البلياردو، سيف جعفر، عم العالم نيمار، سامسونج اكليولا مثلا زي النهارده، الاقي اللي هو الفريق اللي ما كانوش بيلعبوا، الناس دي ما كانتش بتلعب. لكن فين ما فيش خالص. والناس دي مش معده. مهاب ياسر ده كان موجود، انت مش مجهزه. سامسون اكنيولا ده ولا كانه بيتمرن. الواد سيد نمار بتعمل ايه؟ بتروح النادي؟ يعني انت بتقول لامك كل يوم، ابوك الله يرحمه بتقول لامك كل يوم وانت نازل انا رايح النادي اتمرن؟ يعني انت متاكد ان انت بتروح النادي تتمرن يا ابني؟ انت ده الواد بيعمل كل حاجه غلط في الكوره، ده ما بيعرفش، هو مش عارف هو عايز هيرقص ولا هيعدي ولا هيقف ولا تاخد منه ورجع. بس ادي سيد نمار. لا ونيمار اقول الفاظ مش هتزعل لك ناس مننا. طيب فالحارس المرمى ده سيحه، انا شايف ده افضل حارس تقدر تجيبه السنه اللي جايه. والمقاولين نزل للاسف الشديد من الانديه اللي كنت ان انا زعلان بجد. البلديه طالع نازل ما فيش مشكله فيه، اسوان طالع نازل متعودين على كده، المحله من الفرق اللي بحبها جدا لكن هو طالع نازل وخلاص متعودين على كده. لكن المقاولين بصراحه من الفرق اللي 19 سنه ينزل بعد 19 سنه وبقاله سنتين ما تعرفش ايه. وبعدين شركه غنيه وشركه عندها امكانيات كويسه. انا ما بقولكش خد الدوري وخد بطولات وبتاع، لا، كان يقدر يجيب 4 5 لعيبه وكان عندهم قطاع ناشئين قوي. ما اعرفش ايه اللي بيحصل، مش قضيتنا. فانا اخد الراجل اللي هو اسمه محمد سيحه ده، ولا ما اعرفش اسمه ايه، محمود سيحه ولا ايه، واجيبه اللي يلعب في الزمالك. حارس مرمى ممتاز جدا جدا، اللي صاحب فكره جنش ده بجد، حسب الله ونعم الوكيل فيك. صاحب فكره عوده جنش ده حسب الله ونعم الوكيل فيك. واللي بيفكر يتعاقد مع بسام حسب الله ونعم الوكيل فيك. البلعوطي ده انا مش مقتنع بيه. ده راجل عنده 30 ولا 31 سنه، عمرنا ما شفناه حتى بيلعب في منتخب مصر لكره الماء، ما شفناهوش في اي حته بيلعب كوره. هتجيبه يلعب في الزمالك ليه؟ ازاي يعني؟ وهو ده حارس مرمى مميز زي ده؟ يعني انا بتقول لي حمزه علاء وده اخد الناس دي عشان وبعدين مش صغير، ده عنده 23 سنه وبيلعب منتخب، وادام واخد على المنتخبات يبقى الناس شايفاه، فلما يجي الزمالك كمان ويلعب هتبقى متشاف اكتر.
فعايز تجيب لو في ناس بقى عندها احمد سليمان ومحسن السيد، انتوا كنتوا حراس مرمى، انا كنت حراس مرمى على قديكم انتوا الاثنين، لكن على الاقل بتفهموا بقى كويس. واحمد سليمان كان مدرب منتخب مصر، ده حارس واعد 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 يعني، مش كأي هقص. يعني انت لما تقول لي حمزه علاء بكره يحرس مرمى الاهلي هيبقى احسن من شوبير، والله العظيم ما يقلش عن شوبير والشناوي. هتلاقي حارس واد بجد في المرمى وفي المباريات الكبيره، لانه واضح ان هو متنشأ تنشئه محترمه محترمه. دايما بيقولوا اذكار يعني لعيب بجد من بيت طيب. الموهبه اهم حاجه، الاساس الموهبه الاساس. البيت طيب ده اضافه عشان بس ما ناخدش يعني الواد يقول لك انا جايب طلع الاول على الثانويه العامه، يقول لك حفظ القران هو لا، حفظ القران يا حبيبي ده سكه ثانيه، ده موضوع ثاني. حفظ القران ده ما تحطوش في يعني دايما بنحب نحط حاجه في مكانها. انت مش بتضيف، ده انت بتقلل منها. حفظ القران ده حاجه ما تضيعوش اي حاجه ثانيه ابدا في الحياه دي نعمه، ده اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى. ما تحاولش تحطه في حتت، لان هو مش محتاج يتزين، هو مزين لوحده. فهي نفس الحكايه، الموهبه الاساس، بعد كده الحاجات دي بتذكرها او الحاجات دي بتزودها. يبقى دي نمره واحد. حارس المرمى ده انا ما اعرفش الصفقات اللي بتيجي ايه. في كلام النهارده ان اشرف بن شرقي جاي ورفعوا له العقد انا عايز اسال سؤال لاخواتنا الزملكاويه اللي قاعدين معايا، ولكن الناس تعلق على اللي شايف يعني كلام ليه راي غير ده. اشرف بن شرقي ده هو اشرف بن شرقي اللي كان عندنا من سنتين، واخر ماتش في ماتش المحله جاب جونين وخدنا في الماتش ده الدوري ومشي. الدوري في 100 عقبه، الدوري في 100 عقبه لما جاب الجونين واشرف مشي بعدها. هو ده اشرف بن شرقي؟ هاته، هو ده. وعلى ضمانتك انت اخر مره شفت اشرف بن شرقي امتى؟ يقول لك في ماتش المحله. سنتين يا ولدي، سنتين يا ولدي. راح نادي مشي من الزمالك ببلاش، والنادي اللي خده مشاه ببلاش. راح تقريبا الجزيره الاماراتي اللي خدوا النني دلوقتي، وبعدين ودوه نادي قطري مش عارف الدحيل ولا نادي ايه في قطري، السيليه حاجه في قطر، مشوه ببلاش. وكانوا واخدينه كده مؤقت لحد بوفال ما رجع بوفال فمشوا اشرف ببلاش. هل ده اشرف بشرقي ده اللعيب المحترف اللي انت بتعول عليه السنه اللي جايه انت كزملكاوي انت شفته؟ طيب هل الراجل اشرف بن شرقي ده طلب جوميز؟ يعني جوميز اتفرج ووريت له سيديهات للمحترفين الاجانب، قلت له بالنسبه للهاف الشمال عندنا 1 2 3، قال لكم لا ده انا عايز اشرف بن شرقي. لو كده يبقى على مسؤوليه الرأي. يطلع بس حد يقول لنا ان جوميز شافه واختاره. شافه فين؟ ما شافوش. اشرف بن شرقي في السنتين دول ما جابش 4 5 اجوان على بعض، عشان بس تبقى الناس عارفه. وبدنيا هو كان في الزمالك قليل، فما بالك بقى بعد سنتين وما كانش اساسي في الفرق اللي راح لها. هو اشرف بن شرقي ده جايبينه عشان ترضوا الجماهير؟ يبقى الموسم اللي جاي كل سنه وانتم طيبين، واقلب على الموسم اللي بعده. يبقى الموسم اللي جاي هتجيب لي جنش عشان هاكس، وتجيب لي اشرف بن شرقي عشان ترضي الجماهير ويقولوا بص المجلس رجع اشرف بن شرقي ورجع سيف جعفر ورجع اسامه نبيه، رجعوا لنا محمود علاء ورجعوا لنا محمد عبد الغني ورجعوا لنا عاشور الادم ورجعوا لنا اي حد بقى عايزين ترجعوا له، عمرو الصفت، ورجعوا لنا الناس دي كلها. انها جايين هجس؟ لا. الراجل ده اشرف بن شرقي حد شافه في المباريات الاخيره؟ انا عن نفسي ما اقدرش اتكلم اقول لك هات اشرف بن شرقي. ليه؟ ما شفتوش. لا بتابع الدوري القطري ولا بتابع الدوري الاماراتي. الراجل ده المدير الفني المسؤول عن الموسم اللي انتم قاعدينه عشان مسؤول عن الموسم اللي جاي، هو اللي اختاره. تعظيم سلام. جايبينه عشان ترضوا الجمهور، يبقى ادي موسم جديد عند الزمالك فشل وعلم على 24 25 كمان بجمله المواسم. تقول لي جنش ده دي حاجه تبشر بالخير. انما لما تقول لي هجيب حارس مرمى يبقى مع صبحي، قريب من صبحي، لو وقف في اي وقت ده كان في المنتخب ومع ميكالي وحمزه علاء كان لا الواد ده انا بقول لك اهو، انا مش مدرب حراس مرمى ولا بتاع، لكن اللي انا شفته امبارح تحركات ويطلع ياخد العالي وبيتحرك برجليه كويس وكل تحركاته جوه ال 18 وبيلعب برجليه كويس جدا. دي حاجه مهمه. حمزه علاء اللي بيميزه عن شوبير، وشوبير بيلعب شوبير افضل. الشناوي اصلا
تحسوا انه مع احترام كلمه مش يعني مش ولا بلاش هقولها. شوبير مصطفى الشناوي لا علاقه له بكره القدم في برجليه، اي حاجه يشيل يقلش يقشط في اي حته. شوبير مصطفى شوبير لا حلو. حمزه علاء افضل من الاثنين، لان حمزه علاء اصلا بيقول لك لحد ما مش عارف عنده كام سنه كان بيلعب كوره، كان لعيب كوره، ما كانش حارس مرمى. والاخر لحظه اختاروه ان هو يبقى حارس مرمى. الواد حمزه الواد سيحه ده نفس الحكايه، اترجعت له كوره كتير امبارح بقى يقف لا مش اللي هو بيشوح خلاص، بيلعب برجليه الشمال ولعب كام كوره لونج باص لزميله بالظبط. لا حارس كويس وبرجليه كويس. دي اكتر حاجه بتميز شوبير وصبحي عن ابو جبل والشناوي. يعني الشناوي زيرو بالرجل، زيرو. شوبير اكتر من يعني من اهم الحاجات اللي بتميزه عن الشناوي انه بيلعب برجليه. حمزه علاء نفس الحكايه، الواد الصغير ده نفس الحكايه، محمد صبحي برضه بيلعب برجليه كويس. دي الحاجات اللي تختار بيها حارس مرمى. ما تقولش اصل ولادنا، ما فيش في الكلام ولادنا، السنه اللي جايه ما فيش ولادنا، السنه اللي جايه انا عايز لعيبه تكسبني بطولات. واحمد بيكم انا مش عايزه يجي الزمالك، انتوا هتجيبوه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ شايفين فيه ايه عشان تجيبوه؟ ويقول لك ده مجدد وبتاع. يا عم الف مبروك، جددوا له 80 سنه الراجل ده، اللقطه ما تمشوهوش. لا ما تهرجش. وفي كلام عن الشماخ الباك الشمال بتاع والمدرب بتاعه يقول لك انتوا بطلوا بقى يا عم، خليه عندك مش عايزينه. مين الشماخ ده؟ راخر. شماخ ايه؟ ربنا يفك ضيقه فتوح باذن الله ويتعدى على خير. ونفسي اقول حاجه لفتوح، انت راجل ربنا سبحانه وتعالى ربنا مديك كل حاجه. الناس تقول لك ما تهاجم، لا مش بنهاجمه، ربنا يفك ضيقته واللي هو فيه ده اي حد معرض ليه. لكن معنى استمرار 4 ايام، اول ما خد 4 ايام عرفت ان عينه التحليل ايه حكايتها. في 4 ايام في 15 يوم، لا ده كده بقت قضيه كبيره. انا كده اتحاسب على قضيتين. فربنا يرحمه. هو اصلا الصلح مع اهله ولازم تبقى موافقه الشرطه. الصلح مع اهل المتوفى ربنا يرحمه ويسامحه يا رب ويصبر ولاده. يعني فتوح اصلا انا يعني ممكن ما يلعبش كوره تاني، مش هو يخرج من القضيه بس ما يلعبش كوره. كل لما هيشوف منظر الراجل ده وهو بيطير بالعربيه، بيطيروا بالعربيه وبعدين عرف انه توفى، ولو عرف شاف ولاده ولا شاف ولاده في مدارس ولا كذا وزوجته ولا بيعيل ابوه وامه ولا ما تعرفش ايه القصه بالظبط، ده موضوع كبير. كان عندك ازمه من فتره وربنا نجاك منها. نحمد ربنا بقى على النعمه والخير اللي احنا فيه. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك لك يا ابني، ربنا يعدي منها على خير. فالصلح لازم يبقى موافقه الشرطه، لان فرد من افراد الشرطه هو اللي توفى. لكن اهله لا، بعد اسبوع بعد 10 ايام هو توفى، والراجل مش قتل عمد ولا في بينه وبين، وممكن يكون الراجل رحمه الله عليه مشارك في الخطا. انا عن نفسي هو ما عرفش يسوق في مصر. انت لو ركنت بالعربيه في اشاره هتلاقي الناس فاتحه الباب وبتعدي من الكنبه اللي ورا، فاتحين الباب الثاني وبيعدوا الشارع عادي، يا بيدوسوا فوق الكبوت يا واحد هتلاقي واحد ولا واحده معديين من على حجرك وفتحوا الباب وعدوا من الناحيه الثانيه في الزحمه. مفيش حاجه اسمها قواعد مرور ولا الناس واقفه هنا ولا بتعدي من هنا ولا بتاع، كله حتى لو في كوبري مشاه، كوبري المشاه بيعملوا فيه حمام. فدي مشكله كبيره عندنا. فالراجل ممكن يكون مشارك في عمره هو الحمد لله، انا بقول ده ممكن، وبعدين هيقعد يشوف السرعه ويشوف الاضاءه ويشوف الحاجات دي كلها، وفي الاخر مفيش عمد. فممكن الديه لو اتدفع مبلغ مثلا، مفيش حاجه هتعوض البني ادم ولا مليار استرليني حتى. لكن لو مبلغ مليون 2 مليون ولا حاجه يدفعوا كديه، وده القران اللي شرط بيه، ومن قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ده ربنا اللي أمر بكده، ده القتل الخطأ. فيحصل صلح ويخرج من دي. لكن قضية بقى الثانية اللي هي شارب لسه ما أعلنوش، بس أدام خد 4 في 15 يا رب ربنا ينجيه منها يا رب على خير بإذن الله، وربنا يتوب عليه وعلينا وعلى الناس كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك العنوا الذنب ولا تلعنوا المذنب ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيه. فانت محتاج الباك الشمال ومحتاج مساك، وقلت لك ما تعتبرش ان الونش موجود السنه اللي جايه. حتى لو الونش هيلعب من اول مباراه لاخر مباراه، اعتبر ان الونش مش معاك، وهات مساك جامد يسد في الحته دي عشان الونش يرجع كويس، وعشان تعرف تستفيد من رفاعي واحمد مجدي. رفاعي واحمد مجدي دول ما تفرطش فيهم، رفاعي واحمد مجدي دول لقط. ده بقى مدحت عبد الهادي، ده دول احمد عبد الهادي، مدحت عبد الهادي واشرف اسد، دول
دول بقى اللي يقول لك ايه، دول قطاع دول بقى بجد دول اللي يقعدوا. الواد محمد السيد ما تلعبوش باك يمين، ده لاعب 6. انا سيف جعفر ده ورؤى خرجوا والله العظيم 3 ما ترجعوا من النادي تاني. خلاص انتوا كده كفايه عليكم. سيف جعفر ده والله العظيم 3 ما عنده نيه ينهج، ما عندوش نيه ينهج، مش يجري ولا عنده طموح في اي حاجه. لولا والدته زقاه والله العظيم ده كان ما كان خرج من البيت سيف جعفر. ومش عارف الاسم خساره، فاروق جعفر، محدش يعرف فاروق جعفر ده. وولاد محمد السيد يلعبوا يلعب قدام. النهارده ابن امير عبد العزيز انت بتنزله اول ماتش في ماتش زي ده، ولسه بادئين فتره اعداد من كام يوم مع المحترم بدر حامد اللي هيغير بقى قطاع الناشئين في الزمالك بجد. هيبقى عندك قطاع ناشئين بجد، مش تقول لي محمد حلمي مع احترامي ليه يا راجل، انتوا جايين كان الناس بتهرج. بدر حامد ده راجل بقاله 23 24 سنه، قول 25 سنه ما يقلش عن كده، من 22 ل 25 سنه في الامارات والسعوديه، واشتغل مع خبراء متخصصين في ما بيعملش حاجه، هي تخصصه ده في قطاع الناشئين والمراحل السنيه دي. شوف السيستم بقى اللي عامله السنه دي هتمشي عليه السنه اللي جايه، هتاخد ناشئين بجد في الزمالك. انما الفترات اللي فاتت دي لا كان اللي معاه بيدفع فلوس الاشتراك بيجي يلعب. بيقول لك الفرقه كان فيها 60 لاعب، كل مرحله سنيه فيها 60 لاعب. مين المدرب اللي قال لك لا ما عنديش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده خالص، هو المرحله السنيه مش عارف 20 لاعب ولا ايه، وهو ده اللي هطلع بيه. ومرحله ايه ومرحله بي. المرحله ايه اللي النادي بيصرف عليها كامله، البي والسي في شركه رعاة وفسخوا مع اللي عملوه، وجت شركه ثانيه بامكانيات افضل هي اللي هتاخد بقى البي والسي اللي هم يعني ممكن يكون جزء استثماري شويه، واللي يبقى كويس من بي يطلع ايه. انما كل اللي يدفع معاه فلوس يدفع في البتاع تاخده تضمه للفرقه، مش هتطلع فرقه كوره، مش هتطلع حاجه في الناشئين. فده بتمنى كده. لكن تقول لي اشرف بن شرقي صفقه جماهيريه عشان ترضي الجماهير، وتقول انا مجلس اداره جبت لكم اشرف بن شرقي، يبقى بنكتب 20 24 25 يعمل عليها علامه اكس زياده. فاشل. الصفقه اللي ما كانتش تيجي تضيف لي الفرقه ويكون المدير الفني هو اللي طالبها وتيجي تضيف لي الفرقه، انا ما بقولش، انا ماليش دعوه باشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي بتاع الزمالك اللي مشي اخر ماتش ده هاته. ماليش دعوه ياخد كلام، دي قضيتك انت وظروفك انت، مش قضيتي انا. بس لكن تجيب لي اشرف بن شرقي لان انت عايز تجيبه المدرب، لا ده يبقى تهريج ده الكلام اللي بيحصل ده. يلا باذن الله نتمنى يوم السبت اخر ماتش في الدوري، وللاسف هنكمل الكاس، وما اعرفش هنكمل الكاس ازاي. لو بعتوا الكاس انتوا بتودوا نفسكم في داهيه. لو ما انا مش ليش دعوه بالمدرب، انا ليا دعوه بمجلس الاداره. الراجل ده قاعد النهارده مش قاعد بكره، انا ماليش دعوه بالمدرب. مجلس الاداره ده انتوا جايين تعملوا ايه؟ تاخدوا الكونفدراليه وننام على كده؟ طب ما الكاس في ايدينا، هو ما ناخده. الكاس في ايدينا، هو ما ناخده. انت الماتش الاولاني مع طلائع الجيش الثاني، لو جبت 5 لعيبه بس لعبتهم الماتش اللي جاي مع طلائع الجيش تكسب طلائع الجيش الماتش اللي جاي. وسيب لعيبه ثانيه في راحه لحد يوم 27 هيرجعوا يوم 27. يبقى الخمسه دول يعني الناس اللي خدت اجازات الاول تبدا مع عبد الله السعيد بقى له فتره طويله قوي. ناصر ماهر اصلا بيلعبوا دقيقتين وخرجوا 3 دقايق وخرجوا. والمسلوسي برضه بقى له بتاع 10 12 يوم، وعمر جابر بقى له بتاع 10 12 يوم برضه. فمن هنا الماتش طلائع الجيش يوم 21 الناس دي هتكون خدت راحات كويسه. اخطف الماتش ده ودي الناس دي راحه يومين، وقبل ما الماتش الثاني يتلعب بتشوف هنحدده امتى، يكون انت جهزت والفرقه جهزت يوم 27 هيبتدوا يرجعوا في التدريبات تاني. لو الماتش الثاني مثلا هيتلعب يوم 27 او يوم 9 يبقى انت برضه جاهز للكاس. عدي بس الماتشين الاولانيين اللي هم يبقوا طلائع الجيش، وغالبا 99% يبقى سموحه. سموحه لعب الاسماعيلي، واتمنى من الاسماعيلي لو عايزين تلعبوا كوره مشوا ايهاب جلال وهاتوا 5 6 لعيبه، ده من الاخر يعني. بس فتحافظ على الكاس، خد الكاس، دي فرصه كويسه تفرح الجماهير وتطمن الجماهير على البطوله الجديده، وترفع معنويات اللعيبه اللي موجوده، وترفع روح المدرب ده يبين لنا اماره. وعايزين نشوف طريقه لعب ثابته، وعايزين نشوف فين العيال النهارده ميته بدنيا. انا مش هقدر برضه الوم على حد، العيال لسه راجعه بادئين فتره اعداد، حتى انت ما تقدرش تعمل معاهم حمل بدني. لكن هو رؤى ده في السن ده انت هتصلح اخطائك امتى؟ سيف جعفر انت عايز فرص تاني امتى؟ سيد نمار انت عايز ايه يا ابني تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ يلا خير باذن الله، ان شاء الله باذن الله. اتمنى نظره للراجل بتاع المقاولين، حارس مرمى المقاولين ده وكده، المقاولين هبط يعني ممكن تجيبه بسعر محترم.
مش هيغالي فيه قوي، وتضمه للنادي. ده لعيب بجد يستحق ان انت تاخده، لان ده بكره والله انا بقول لكم اهو هتلاقي بكره فرقه من يا بيراميدز يا فيوتشر، يا لانه افضل من كل يعني فيوتشر ما عندوش حراس مرمى، جنش اخر عمال يقضيها هاكس، والتاني محمود حمدي لا الواد ده اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب ان شاء الله، حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني انا بقول لكم ده هيسمع في الفتره اللي جايه، فالزمالك ياخده اهو. نفسي اشوف ان الناس دي شغاله وبتشوف الفرص دي. واشرف بن شرقي لا، اشرف بن شرقي تقول لي انت جايبه على اساس ايه؟ وريني كده اخر فتره لاشرف بن شرقي في الفرقه اللي كان بيلعبها، قول لي كان بيلعب فين وعامل ايه الموسم اللي فات ولا حاجه، واللي قبلها ولا حاجه. فالجماهير ما تفرحش طب ما تروح تجيب لنا ساسي، حد يعرف عنه حاجه ابدا، امال اجيبه ليه؟ اجيبه ليه؟ ما انا ما بشوفوش، ما انا لازم اشوفه اكون شايفه. لو انت شايفه والمدرب شافه وجايبه على الاساس ده اهلا وسهلا. هتجيبه عشان صفقه جماهيريه وتضحك علينا، يبقى كل سنه وانتم طيبين. اتمنى من ربنا الفتره دي تعدي، لان انا كرهتها بجد والله العظيم، وانا مش وانا مقتنع ولا موافق باللي بيعمله جوميز. ما بقولكش ما تلعبش الناشئين وما تريحش اللعيبه، لا ريح اللعيبه، بس وانت بتلعب الناشئين بتدار بشكل افضل من كده. ما تخرجش مغلوب 3-1 قدام طلائع الجيش. طب ما انا كنت بقول لك زي ما بقول لك كده، ايه في المباراه اطلع متعادل وحاول تلعب عود العيال دول على طريقه لعب جديده. وريني ان انت عندك طرق لعب بتتناسب مع التشكيله اللي عندك والظروف اللي انت فيها. ما عندكش للاسف. يلا وربنا يسامح اللي جاب اكنيولا، وربنا يسامح اللي جاب نضاي، وربنا يسامح اللي ابتلانا اللي جاب رؤى، اللي دخل رؤى النادي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والله العظيم. يلا باذن الله خير ان شاء الله، ونتمنى باذن الله ربنا سبحانه وتعالى الفتره اللي جايه. انا متاكد مليار في الميه ان الناس دي شغاله بايديها واسنانها. انا بتكلم على الوضع اللي انا شايفه، واتمنى باذن الله ان الاخبار اللي تيجي في الفتره اللي جايه كلها تكون عكس الكلام اللي انا بقوله تماما، واطلع اقول لا كده صح وده مظبوط وهو ده اللي احنا عايزينه. الواحد من القلق والخوف ان الفتره اللي جايه ما تبقاش افضل او ما تكونش على المستوى اللي احنا عايزينه، واللي احنا بنسمعه يقول لي جنش ويقول لي مش عارف مين. لا انا عايزك تجيب لي محترف يلعب في ال 34 مباراه 34 مباراه، الا اذا كان الله اكبر مصاب او عنده انذاريه، وفي كل المشاركات بيضيف لك، نازل معمول حسابه، فرقه عامله حسابه، وهو بيضيف للفرقه بتاعته هو كزمالك، والفرقه المنافسه عامله له 1000 حساب، 1000 حساب مش حساب واحد. كان في لعيب انا مش عارف كان اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، ومش صغير عنده 29 سنه، مش صغير يعني، لا 10 وبيلعب مركز 10، بيلعب فيه لعيب 10 على 10، شوط باليمين بالشمال هداف فرقته، باليمين وبالشمال وترقيص والضربات الثابته والاسيستات. انا كلمت عليه من شهر كده. ده وممكن ده تجيب، لو تشوف ده وتشوف اشرف بن شرقي، لو انت اهو بنشوف بنحب احنا اشرف بن شرقي قد ايه، وتشوف ده تقول له لا ده افضل من اشرف بن شرقي، اقوى واسرع وافضل واضافه ودفاع وهجومه بكل الشمال شايط باليمين شايط. فنتمنى باذن الله ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره يعمل كل اللي في مصلحه الفريق. لكن انا اللي بتمناه في الفتره دي بس عشان خاطر الجماهير، ركزوا في بطوله الكاس. انا بتفرج على الفرق كله تعبان. انت عندك جات لك فرصه ان انت تدي اللعيبه راحه شويه، وبيراميدز بيكمل الموسم وهيكمل على بطوله افريقيا بدات اهو، ده فرصه حلوه ليك، بطوله بتقول لك خدني، ما تسيبهاش. احنا في عرض، احنا عايزين بطولات، اي بطوله تقدر تاخدها خدها. والسوبر الافريقي ده لقب مش بطوله، لكن عايزينه عشان فيه فلوس، حاجه ماديه، واسمها برضه لقب قاري، لقب دي مش بطوله، دي كمالة الكونفدرالية أو كمالة دوري الأبطال، لكن دي مش بطولة، اسمها لقب عشان ما ندهش علينا زي الأهلاوية. ده لقب السوبر المصري، لقب السوبر الأفريقي، دي ألقاب لأن بتبقى مباراة واحدة، لكن مهمة نفسيا ومعنويا وماديا للفريق. إن شاء الله بإذن الله يا رب، إن شاء الله كل اللي جاي يكون في خير للزمالك بإذن الله يا رب إن شاء الله. يلا أشوفك على خير والسلام عليكم.